بعت ابني يجيب لي علبتين زبادي، راح وجه قال لي يا ماما جبت لك علبتين زبادي ب 15 جنيه. علبة الزبادي ب7 جنيه ونص العلبة الصغيرة. قلت له لا يا حبيبي انا هاخد علبة ورجع العلبة التانية وهات لي بدلها كيلو لبن. طب احنا بنحتاج على السحور كل يوم 6 كوبايات من الزبادي، يعني كل يوم هبعت اجيب ب45 جنيه زبادي بس. طيب وباقي السحور مش كده يبقى كتير قوي؟ المهم خليته جاب لي كيلو من اللبن، الكيلو ده ب15 جنيه، وعلبة الزبادي التانية ب7 جنيه ونص، يبقى كده معانا 22 جنيه ونص وبس. دي اول مره، لكن بعد كده هخلي علبه الزبادي من اللي عندي، من الزبادي اللي انا عاملاها، وابعت اجيب بس ب 15 جنيه لبن. وهعمل زبادي تكفينا كلنا، وفي نفس الوقت هتكون انضف واوفر كمان من اللي انا بشتريها من بره. نقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه عشان اعمل زبادي وتطلع معايا زبادي مميزه جدا واحلى كمان من بتاعه المحلات، انا لازم اجيب لبن او اجيب حليب كامل الدسم. يعني ما ينفعش الحليب اللي هو المبستر خالص، اجيب حليب من عندي لبان، يكون حليب ممتاز كده، يعني يكون جاي من المزرعه على طول، يعني اكون بتعامل معاه وعارفه ان هو بيجيب لبن طازه. المهم بجيب اللبن وبروح غليه، اول ما يفور معايا اللبن ما اقولش كده غلي، لا بروح مقلباه تقليبتين كده واسيبه يفور مره كمان. وبعد ما اتاكد ان انا غليت اللبن غلي كويس، باخد اللبن واسيبه لحد ما يدفى، ما بسيبوش لما يبرد خالص. انا عايزه اللبن يكون دافي، يعني ايدي تستحمله، زي ما بنعمل في الخميره كده. مش احنا بنعجن الخميره بميه دافيه؟ نفس النظام كده، لازم أن يكون دافي عشان يخمر معايا الزبادي. بعد كده بقى هنقول التركه اللي هي تخلي الزبادي بتاعتي متماسكه وما تسردش مني او ما تسردش الميه بتاعتها، يعني ما تسردش مني او ما تسردش الميه بتاعتها، اللي هو ايه بقى، هجيب معلقه من لبن البودر، معلقه لبن بودر لكيلو اللبن، ومعلقه اللبن البودر دي اللي تخلي الزبادي متماسكه مع بعضها وما تسردش معانا. بعد كده بقى هاخد القشطه من على وش اللبن واروح مقلباها في معلقه اللبن البودر ده، اعملها زي عجينه كده. وبعد كده بقى واهم حاجه ان انا بنزل باللبن اللي معايا واحده واحده على خليط القشطه واللبن البودر زي ما انت شايفه كده، بنزل عليه واحده واحده. واهم حاجه بقى التقليب، بقلبه كويس جدا. وممكن كمان لو مش اقلب الزبادي كويس جدا ممكن اخدها واضربها في الخلاط، اضربها في الخلاط ضرب كويس جدا عشان يديني نتيجه كويسه في الزبادي. وحاجة بقى كمان للزبادي ان انا بديها ذرة صغيرة جدا 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 من الملح، ودي بتفرق جدا في طعم الزبادي معايا. وبعد كده بقى هنيجي نصب الزبادي بتاعتنا كده، الزبادي بتاعتنا تمام وهنصبها. هنجيب بولات، اهم حاجة البولات بتاعتي طبعا تكون ناشفة جدا، وممكن كمان ااكد عليها بمنديل او بفوطة من فوط المطبخ، منديل كده وانشفها. بعد كده بقى هصب الزبادي في حاجة اقدر اصب منها. وبعد كده بقى هنصب الزبادي بالطريقه دي زي ما انت شايفه كده. ودي على فكره تركه مهمه جدا للزبادي، دي من بتوع الزبادي نفسهم هم اللي بيصبوا الزبادي بالشكل ده. دي عشان الزبادي بتاعتك تبقى متماسكه وفي نفس الوقت تعمل وش جميل فوق وش علبه الزبادي. وبصراحة التركة دي كان ابن سيلفي هو اللي قايل لي عليها، لان هو كان عنده معمل للزبادي وكمان عنده معمل للرز بلبن، وقايل لي كمان على اسرار الرز بلبن، ان شاء الله في مرة نبقى نعمله مع بعضينا. كان بيعمل رز باللبن ويوزعه على المحلات، كان حاجة كده ايه بقى، حاجة خيال بجد. ان شاء الله في مرة باذن الله نبقى نعمله ان شاء الله مع بعضينا، بكل الاسرار طبعا اللي هجيبها منه ان شاء الله. كده بقى احنا صبينا الزبادي خلاص بتاعتنا. بعد كده بقى لحبايبنا الصغيرين اللي هم بيحبوا ياكلوا الزبادي بالفواكه، او اللي هم بيجيبوا الزبادي الجاهزه اللي هي بتاعت الشركات، هنعملها لهم ان شاء الله برضو النهارده، ومش هنخليهم يشتروا الزبادي الجاهزه دي تاني ابدا، او زبادي الشركات دي تاني، هنخليهم على طول يطلبوها مننا في البيت ونعملها لهم باذن الله على طول. هنعملها لهم طبقتين ونشوف ازاي ان هي مش هتختلط ببعضيها بعد كمان ما تستوي. وهنعمل لهم كمان واحده مشكله، يعني هنقلب لهم الزبادي في قلب الفواكه، طبعا الفواكه اللي تعجبك. انا عندي شويه فراوله كنت عاملاهم كده، كنت عاملاهم زي صوص فراوله او زي مربى فراوله تقيله، وضرباهم كمان بالهاند بلندر. المهم رحت جايباهم وحطيت في البوله، في اولها حطيت صوص الفراوله، وبعد كده صبيت عليها الزبادي، وبعد كده هاخد معلقتين من صوص الفراوله ده واقلبه في شويه الزبادي اللي فاضلين عندنا، ونروح مقلبينهم كلهم في قلب بعضيهم زي ما انتم شايفين كده. وبكده نبقى عملنا الزبادي بالفواكه. طبعا ممكن تعملي باي فاكهه انت بتحبيها او ولادك بيحبوها، او صوص شوكولاته او صوص كراميل زي ما انت عايزه بقى. المهم كده احنا خلاص خلصنا الزبادي بتاعتنا، مش فاضل غير اننا نديها كوبايه من الميه السخنه. وبعد كده بقى ناخدها ندخلها الفرن عندنا، يكون الفرن عندنا دافي، او ننور لمبه الفرن زي ما انا منوره لمبه الفرن كده. انا نورت له لمبه الفرن وسبته مقفول عليه لمده 6 ساعات. بس يا ريت مش كل شويه نفتح الفرن ونقفله، نفتح الفرن ونقفله، عشان كده بنضيع خمر الزبادي معانا.
او نحطه في دولاب التخمير اللي تحت الفرن، بس اهم حاجه ما يبقاش الفرن شغال، يبقى الفرن طبعا مطفي. او ممكن نحطه في ضلفه من ضلف المطبخ، ونروح مغطينه، نغطيه بقى بستريتش، ونغطيه مثلا بفوطين كده ولا حاجه. المهم ان احنا ندفي عليه، ونروح حاطينه في ضلفه المطبخ، ونسيبه لحد ان شاء الله ما يتخمر ويبقى زبادي جميله ان شاء الله. الزبادي بتاعتنا طلعناها بقى من الفرن كده، خلاص استوت وبقت زي الفل. بس طبعا ما ينفعش ناكلها دلوقتي، لازم نسيبها تبرد، تدخل التلاجة ان شاء الله، تاخد عملية التبريد بتاعتها. وبعد ما تبرد خالص ممكن بقى ناكلها في الحالة دي. بس زي ما انتوا شايفين معانا الزبادي جميلة قد ايه ومتماسكة قد ايه، ومش ساردة اي مية. وده بيرجع طبعا للتكنيك اللي احنا مشينا بيه، ان احنا اديناها معلقه لبن بودر، وبعدين قلبناها كويس جدا، ونزلنا باللبن على اللبن البودر والقشطه واحده واحده كده. هو ده اللي خلى الزبادي معانا متماسكه وجميله كده. بصوا بقى شكل الزبادي جميل ازاي، تحفه، شكلها بجد جميل جدا. شايفين الوش بتاع القشطه ده كمان من صب اللبن، من طريقه صب اللبن على الزبادي. شوفوا قلب الزبادي عامل ازاي، ده هي كده كمان لسه ما دخلتش التلاجة، فما بالك بقى لما تدخل التلاجة وتخرج منها جميلة ونضيفة وموفرة، وانا اللي عاملاها في بيتي بايدي، وعارفة عاملاها ازاي، وعارفة حاطة فيها ايه. وكمان عملت 9 علب من 22 جنيه ونص، بدل ما كنت هجيب 6 علب بس ب45 جنيه. وكل سنة وانتوا طيبين، وانتظروا مننا فيديوهات كتيرة ان شاء الله رمضان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدخلوا قناتي، تعملوا لايك وتعملوا اشتراك.